السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي دكاترة أولى ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسلام. يلا بينا بقى كده نخش على آخر تلت عندنا في شابتر 1 ليسون 8، واوعى تتخض من النيو لوك اللي أنا عامله. ما تقلقش، هربيه تاني وهيطلع وأحلقه تاني عادي، مفيش مشكلة، بس كده حلو برضه. بيجيب تراوح. تعالى بقى نشوف التراوح عندنا بتحصل ازاي، ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده effect of light and solar radiation او solar radiance on aquatic ecosystem. حلو قوي، حلو الكلام احنا بنلغي فيه ده. ايه ده؟ ايه الصورة دي؟ الصورة دي بتلخص لنا نص الشابتر بالظبط. بجد والله ليه؟ تعال اقول لك ليه. اولا في شوية سان لايت ماشيين من هنا، رايحين فين؟ جايين من فوق رايحين تحت 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 ينزلوا كده. طب وبدام هم رايحين تحت، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده انا لما بغطس في البسين ولا انزل في الميه وابص من النضاره بتاعتي كده وابص لفوق، انا شايف اللي حواليا. طب وزي الفكره كده كلها، انت بتشوفني ازاي؟ سؤال حلو. بشوفك لما اللايت ينزل على وشي يروح لعين حضرتك فتشوفني، او يطلع اللايت من اللابتوب او الموبايل فتشوفني. طب وبعدين؟ قال لك والله سهل قوي. كل ما تنزل كل ما تلاقي الضوء بدأ يبقى خافت كده. دايما اي فيلم تيجي تشوفه تلاقي الراجل عمال يغرق يغرق يغرق، والضوء عمال يقل 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 يقل، وعينه تقفل 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 تقفل، لحد ما تاني مشهد على طول تلاقي حد انقذه والدنيا تمام، ما بيموتش عادي. هتعمل ايه؟ ما هو البطل. مش فارقه معانا. تعال نشوف هنا دلوقتي اللايت بيعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. تعالى اول حاجه هنتكلم على اللايت نفسه كلايت. بس if you dive into the sea you will notice that the intensity of light decreases as you go deep down in water. ماشي. This is a direct effect of living organism، بتأثر على living organism في عمليات زي عملية الفوتوسينثيسيس. طيب، ولكن في الأول بالنسبة لي عايز أسألك سؤال رخم. هو أنا الصن بالنسبة لي إيه؟ هو إيه اللي أنا بالنسبة، هو إيه اللي أنت بتقول ده؟ حاسس ليه إن الدنيا بقت غريبة كده ما بيننا يعني؟ هو إيه اللي أنا بالنسبة لك إيه؟ أنا بقول لك أنا مالي بيك؟ أنا بقول لك الصن بالنسبة لنا إحنا إيه؟ بالنسبة لي الصن هي المصدر الوحيد للطاقة، طريقه دايركت او ان دايركت، وبالنسبه لي هي يعتبر من اهم المصادر عندي. طيب، وعندي سؤال رخم وغريب شويه. هو انا بالنسبه لي الصن بتديني فيزيبل لايت بشوف بيه بس؟ لا طبعا. امال لو هي كانت كده، حضرتك وانت نازله ليه بتحطي سان بلوك؟ عشان اليوفي راديشن، عشان الهارم في الراديشن اوف ذا سان، حاجات انا مش شايفها، وفي اي ار وفي راديو ويفز وفي حاجات كتيره قوي. فتعالى نتكلم اول حاجه على الالكترومagnetic سبيكترم اند الفيزيبل لايت. اولا الفيزيبل لايت ده الضوء اللي انا بشوف فيه، مجرد بارت صغير جدا من الالكترومagnetic سبيكترم which propagates، خلي بالك بقى، in the form of electromagnetic waves. آه يا عبد الصمد، تعالى نفتكر مع بعض شوية حاجات كده. وخلي بالك احنا كنا مكلمين كل ده في فاندمنتال كورس، بس هنراجع في السريع. ايه اللي حصل؟ electromagnetic waves. ايه ده؟ لا شكرا، مش عايزين النوتس. يعني ايه electromagnetic waves؟ بص يا سيدي، الالكترومagnetic ويفز والترانسفيرس ويف يا تين النبي، هو انا كانت احلى ايام يا تاني اعدادي. كنت انا بقى باشا ملك يا عم اتنين، بنزوق الايام بالعافيه. انت فاكر انت درست ايه السنه اللي فاتت ولا اكلت ايه؟ تعال نخش على طول بسم الله الرحمن الرحيم هفكرك. كان عندنا نوعين من الويف، ترانسفيرس والكترومagnetic ويف. وايه ترانسفيرس ويف دي؟ نيد ميديوم تو بروباجيت زي الصوت. وكان ساعتها لو كان في رائد فضاء طلع في الفضاء كان بيبص للرائد اللي جنبه وقال له يلا هطلع، التاني ما كانش هيسمعه عشان ما فيش هوا، مفيش هوا موجود عندنا. وبعدين لما بدأنا نكتشف الالكترومagnetic ويفز اللي كان بروباجيت ثرو سبيس، على فكرة التاني سمعه وقال له ربنا يسامحك، ما غلطش فيه. حلو كده. طب وبعدين الالكترومagnetic ويفز عندي، يبقى انا بالنسبة لي باختصار عايزك تعرف ايه؟ ان الالكترومagnetic ويفز هي ويفز، ايوه، بتمشي في السبيس. زي مين؟ زي السولار راديشن. طب وبعدين في كلمتين تاني محتاجها من حضرتك ان انت تفتكرهم، هما ايه؟ ويف لينس والفريكونسي. يبقى انا محتاج من حضرتك تفتكر الويف لينس والفريكونسي. حلو كده. وهنخش نشرح فيهم نقطتين بس مش عايز ازود. تعال نشوف الالكترومagnetic سبيكترم بنتكلم عن ايه. والله the full range of electromagnetic radiation that propagate in the form of electromagnetic waves that differ from each other in wavelengths and frequency. ماشي يا سيدي. تعالى نشوف القصه دي. واتكلمنا عن فكره الويف لينث والفريكونسي في الفاندمنتال كورس، وهنقول الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم بسرعه. بص كده يا سيدي،
انا بالنسبه لي هنا الويف لينث اللي هي الديستنس ما بين البوينت دي والبوينت دي كبيره قوي، لحد ما نوصل لهنا. بص الويف لينث عامله ازاي، صغيره جدا 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 جدا. احفظ الريليشن شيب دي معايا، ان لو الويف لينث وبندي لها رمز لامدا زادت قوي، الفريكونسي وبندي لها رمز نيو هتقل قوي، هتقل قوي. والفريكونسي كاني بقول لك عندي هي عباره عن الانرجي، فساعتها الانرجي كمان هتقل. طب تعالى نروح هناك. يلا، ان اللامدا عندي هتزيد جدا، والنيو لا اسف، اللامدا هتقل جدا، الويف لينث قلت جدا 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 جدا، فالنيو الانرجي الفريكونسي زادت جدا 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 جدا، فالانرجي بقت زايده جدا 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 جدا. طب عايز اعلمها بحاجه، الويف لينث لو قليله فالفريكونسي هتبقى كبيره، فريكونسي كبيره يعني بيتردد كتير، يعني رايح راجع رايح راجع رايح راجع رايح راجع او ماشي عامل كده، فيبقى عيل فراك عمال يفرك كتير، ولما هم فراكوا بيفرك كتير تلاقي الانرجي بتاعته عاليه. حلو كده. طيب بص يا سيدي، تعال نبص على القصه دي والعلاقه ما بيننا اهي. حلو، قال لك ماشي، هنبدا الفيزيبل لايت. بالنسبه لي خلي بالك بقى ان انا عندي الدنيا هنا مش كلها زي بعضها. ليه مش كلها زي بعضها؟ هقول لك يا سيدي. تعال نعمل مينيمايز، تعال نطلع بدي سنه، كده كده هيجي نفس الكلام، مش مشكله عندي. انا عندي من هنا الفيزيبل لايت ده الفيزيبل سبيكترم اللي هو 7 كلر اوف سبيكترم عندي. طب قبليها ده الانفراريد اللي هي الاشعه اللي تحت الحمراء. طب بعديها ده الالترا فايولوت اللي حضرتك نازله بتحطي له سان بلوك عشان تحمي نفسك منه. طب انا استفدت بايه؟ قال لك ما هو انا لازم اعرف القصه دي. ليه لازم اعرف القصه دي؟ بيقول لك والله الفيزيبل لايت ريبريزنت، بص a small part of the electromagnetic spectrum. بص والله العظيم توت صغير في كل الخط ده. كل ده بيجي من الصن. ايوه. طب بص كده which composed of different wavelengths known as ايه الcolors of the visible spectrum. طب نحفظهم، تعال نحفظهم ازاي؟ ريد اورنج يلو جرين، خلي بالك بقى جرين بلو انديجو فايلوت. طب انا عايز احفظهم بالترتيب، تعال ورايا قول ورايا كده ان روي، روي، انا كنت بقولها روي جيب، روي جاب بنته ايفي، يبقى ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايلوت. واوعى تنسى ان الفايلوت بالنسبه لي هو اعلى فريكونسي واعلى انرجي، والريد هو اقل فريكونسي واقل انرجي. بس كده بس كده، مش محتاجك تعرف اكتر من كده. حلو. طب يلا اكتب ورايا كده وتعالى بقى نسمي الله وندوس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى اول حاجه هنتكلم فيها على السولار راديشن. السولار راديشن refers to the energy produced by the sun and some of it reaches الارث. يعني خلي بالك ما هو مش كله موجه للارض، ما في بلانتس ثانيه، فهتلاقي لازم كله يوصل للارض؟ لا، some of it بس، حبه صغننين. طب وبعدين solar radiation represent the primary source of energy in most processes that occur on Earth's surface. طيب تعالى نتناقش شويه في الكلام ده. يعني ايه تعالى نتناقش شويه في الكلام ده؟ يعني مبدئيا السولار راديشن دي هي اللي مدفيه كوكب الارض كله بالاجماع. لان خلي بالك احنا قايلين الميه عندها هايست سبيسيفيك هيت، تمام، بس اللي بيدفي الميه في الاول في الاخر هو السولار راديشن. ما هي بتابزورب الراديشن فتابزورب الانرجي فتفضل قاعده فيها. طيب وبعدين، طب يا سيدي مش عايزين نتدفى، يا عم انا هشغل دماغي. هعمل ايه؟ هشغل الدفان. يا اخي ابو دماغك دي اللي مسوحاك انت وحبظلم. ليه يا سيدي؟ تعال اقول لك هتشغل الدفان، هتحط الكوبس في الكهرباء والدنيا تمام. طب بص يا سيدي، تعال نرجع شويه. يا عم نرجع شويه ازاي؟ الكهرباء دي جت منين؟ يا اما جت من الووتر فولز مثلا، يا اما جت من سورس زي السولار بانل من الشمس، يا اما جت من الفوسل فيولز او البنزين او الوقود اللي بيجي. طب والوقود اللي بيجي ده جاي منين؟ خلي بالك كل ده اصله من الصن، لان هي الصن هي اللي اثرت على الميه عشان تبتدي تحفر وتعمل شلالات. طب وبعدين هي سولار انرجي مدياك طاقه دايركت. طب وبعدين من مليونز اوف ييرز اجو شويه بلانيتس على شويه ديد انيمالز اتطبقوا تحت تحت السويل لايرز او تحت طبقات الارض، عملوا يا اما بترول يا اما عملوا لك فحم، والاثنين جايين اصلهم من فوتوسينثيز. طب بلاش، انت بتاكل منين؟ ما هم الفوتوسينثيز بروسيس. يبقى خلي بالك ان السولار راديشن بالنسبه لي هو ده البرايمري سورس اوف انرجي. لا تعالى انت رايح فين؟ حلو كده. اوكي اون ايرث سيرفيس. طيب السولار راديشن هاز ا دايركت افكت اون ووتر زونز ات ديفرنت ديبث، تاثر عندي. طب وبعدين بقى خليني بقى ناخدها واحده.
ايه اللي بيحصل when light penetrates the surface of water its intensity gradually decreases. شدته بتقل، بيضعف. ليه بيضعف؟ خلي بالك بقى، عشان في حبة منه بيتمصوا عن طريق الووتر. في حبة منه بيتمصوا عن طريق الووتر، مية بتابزورب شوية. وبعدين في حبة في السسبندد ماتر اللي قاعد جوه. في حاجات متعلقة، مش في صوت دايبة، في سمك، في دنيا، والاكواتيك بلانتس تاخده عشان تعمل بيه الفوتوسينثيسيس. حلو قوي كده. طب والاذر بوت scatters in the depths، يبتدي يروح ويتوغل ويتوزع، يبتدي يروح ويتوغل ويتوزع. زي ايه؟ بص كده، زي اول صورة عندنا. يابزورب شوية من المية، شوية من بلانتس، شوية من السمك، شوية يسكاتر اراوند، يروح كده ويروح كده ويروح هنا كده وهكذا. يبقى اللايت لما بينزل ما بينزلش كلها في حتة واحدة. بس اللايت فيه ميزة بقى، خلي بالك. هي ايه بقى الفكرة دي؟ تعالى بقى نشوف اول حاجة بس الميزة عندي في اللايت، وهديك المثال ده وهرجع له كمان شوية. لما تيجي تبص كده في شوية الصن نازلين كده على المية، تلاقي خرقة عكرة كده واقفة في النص، حاجة مش ما تنفعش. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى خلقنا ايه؟ بني ادمين. الحمد لله، ربنا يكرم. بص الاقي وش ايه ده؟ لا انا قمر، انا مش خلق عكر. ممكن تلاقي واحد واقف جنبي ولا حاجة، ايه العفانة دي؟ حلو. طب يلا، وبعدين بص يا سيدي، هنرجع لها بعدين هنشرح لها بالتفصيل. بس بص، when sunlight hits الاوشن surface، خلي بالك part of it reflected into الاتموسفير. حبة منهم يرجعوا للاتموسفير، حبة منهم يرجعوا ايه؟ يرجعوا للاتموسفير. طيب ليه؟ عشان احنا عارفين ان المية acts as reflective surface. فلما ببص كده، ايه الخلقة المنيلة دي؟ اللايت نزل على وشي، نزل على المية. لا بقول ايه الخلقة، القمر مش المنيلة. ركز ركز. ركع عليا، قلت الله، ايه الجمال ده كله، سبحان الله، سبحان من ابدع في خلقه، بسم الله ما شاء الله عليه. طب وبعدين مفيش حلاوه اكتر من كده. A greater part of light penetrates ايه؟ الووتر. حبه يحصل لهم ريفليكشن، حبه يبنتريت الووتر. وتعالى نكمل. خلي بالك بقى، الكلام ده كلام مهم قوي والله بجد. الكلام ده فعلا كلام مهم جدا 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 جدا. وتعالى نشوف. The amount of energy that penetrates the water surface depend on the angle of sun rays. ياه لهوي. تعالى يا ابني تعالى، ولا اول مره نرجع نفكرك بحاجه بسيطه من بتاعه زمان. قلنا لو انا عندي كده سيرفس، وعندي كده بالنسبه لي نورمال، وعندي هنا حاجه اسمها لايت اوف انسيدنس، هيطلع عندي حاجه اسمها لايت اوف ريفليكشن. ارسمها لك بقى بس بطريقه نظيفه شويه. اهو اهو، ده كان اسمه الانسيدنت راي، واللي طالع ده كان اسمه الريفلكتد راي. وكنا بنقول الانجل اوف انسيدنس يكوال الانجل اوف ريفليكشن. ما تهمنيش. امال ايه اللي يهمك يا عم الحاج؟ تعالى، ان انا لما كنت باجي اقول لك ان اما اللايت ينزل بيربنديكولر والريفلكت اون اتسيلف، حلو كده، قال لك هنا بقى الموضوع مختلف شويه. ليه مختلف شويه؟ عشان لو انا عندي هنا في تحت مش ريفلكتنج سيرفيس، لا دي ووتر. ووتر يعني خلي بالك ريفراكتنج سيرفيس انذر ميديا. خلي بالك كان الشرط الاساسي بتاعي، انا بقول كلام يا رب تفتكره، ان الريفليكشن يحصل في السيم ميديا، يعني في الهواء، من الهواء للهواء، من الميه للميه، من الجلاس للجلاس. انما لو هيروح من ميديم زي الاير، هو بيمسح ولا بيكتب ده، لحد ميديم زي الووتر، ديفرنت ميديا، هنا الموضوع اختلف. ليه الموضوع اختلف؟ لان خلي بالك كده، احنا ما كناش بنتكلم في الريفليكشن، كنا بنتكلم في الريفراكشن. خلي بالك كنا بنتكلم في الريفراكشن. طب بعدين تعالى فكرني بسرعه لو سمحت. اقول لك حاضر عينيا. لما كنا بنعمل لاين صغنن كده في الريفراكشن ده، ما يهمنيش اكتر من هو كان بيحصل كده. لو انت رايح على دنسر ماتيريال بتروح قريب للنورمال، مش قصتي، ولكن قصتي بالنسبه لي ان ده لو انا نازل بيربنديكولار للنورمال بيعدي وزاوت اني، خلي بالك بقى، وزاوت اني ريفراكشن، يخترق ويخرم ويدب. يحفظها كده معايا، لو هو نازل بيربنديكولار يخترق ويخرق ويدب وينزل كله. طب ايه المشكله عندي هنا؟ لا تعالى بقى ركز معايا، ان اللايت راي لما كان بينزل هنا شويه منه يحصل لهم ايه؟ ريفليكشن، وشويه يحصل لهم ريفراكشن. هو الاغلبيه يحصل لهم ريفراكشن، انا ما اعترضتش، بس شويه منه يحصل لهم ريفليكشن، بدليل ان انا بشوف القمر ده وانا ماشي في الميه. الصوره الجميله دي موجوده. ليه؟ ما هو لو كله حصل له ريفراكشن يبقى انا ما طلعليش حاجه، ما شفتش حاجه.
خلي بالك قلت لك انت بتشوفني لما اللايت يجي وينزل يدب على وشك على طول في عينيك، ينزل دب دب تشوفني. طب ما فيش، ما حصلش، ما تمتش على خير. طب تعال نقولها بسرعه ونقولها تاني. لو اللايت نازل في انجل كده، خلي بالك السيرفس مثلا بتاع الوتر اهو نازل بانجل يدب في وشه، حبه هيطلعوا وحبه هينزلوا. طب حلو، لو نزل بيربنديكولار خرم واخترق ونزل. مش عايز من حضرتك اكتر من كده وشكرا. تعال نقرا بسرعه. يقول لك والله بالنسبه لي بسم الله الرحمن الرحيم كده، لو اللايت خلي بالك بقى نازل perpendicular to the surface بتاعي، light penetrates very efficiently، يخرم ويخترق ويدغدغ الدنيا. طب ولو نازل بانجل inclined، light penetration is reduced. ليه؟ عشان حضرتك في حبه هيرجعوا تاني وبعدين مش كله هينزل. طب ممتاز. يقول لك والله as the water بقى depth increases، خلاص ما ده كلام بقى اهبل بالنسبه لي، لان كل ما بنزل في الميه اكتر قلنا الراجل عينيه بتضيق ما بيشوفش حاجه. طب ليه؟ لا ما هو مش عشان مخرج الفيلم عايز كده، لا هو الفكره يا حبيب قلبي ان البنتريشن بتاع اللايت ما هو بيتاثر، مش قلنا بيتاثر بالووتر بالسسبندد بارتيكل وبالبلانتس الموجوده تحت، ما كل ده هياخد منه شويه يبقى مش هيعرف يعدي. خلي بالك بقى، يبقى اللايت انتنسيتي بتاعتي gradually decreases based on that الووتر is divided into 3 different area. وخلي بالك اسالكم سؤال بالنسبه ان انتوا ناس عباقره يعني، ليه ميه البحر لونها ازرق؟ ايه السؤال ده؟ ليه الميه بتاعت البحر لونها ازرق على الرغم ان انا لو مسكت شويه منهم وحطيتهم في ازازه وطلعتهم بلاقيهم شفافين؟ خلي بالك بقى هقول لك، اللايت بيابزورب كتير قوي، بس خلي بالك الحته بتاعت البلو والاندجو والفايلت دي عندها اعلى فريكونسي، طبعا هي اقل ويف لينث، اعلى فريكونسي اعلى انرجي، فبتخترق كتير قوي فتخلي البحر كله يبان لونه ازرق. انما الريد والحته بتاعت الريد والاورنج واليلو اللي هي الحته الورم الحته الدافيه ضعيفه، هاي ويف لينث لو فريكونسي ولو انرجي، تخلي الدنيا راحت في البلال عندي. حلو كده. طيب اللي يهمني برضو انك تبقى عارف ان انا بقسم الدنيا دي لثلاثه اريا، لثري اريا. ايوفوتيك، ايوفوتيك كلمه فوتيك يعني لايت زي فوتون بتاع اللايت، فايوفوتيك يعني بريزنس اوف لايت، وبعدين توايلايت زون يعني بين البنين. بعد كده بص الدارك زون، وتلقب في بعض الاحيان باسم فوتيك. وكلمه فوتيك قلنا هنقسمها لتو سيلبل زي الاتوم، كلمه يعني نو، فوتيك يعني لايت، يعني نو لايت، يعني دارك زون. ماشي يا سيدي، تعال نكمل. كل ده انا بالنسبه لي تمام، بس بص بقى عايزين نشوف حاجه صغننه. هو مبدئيا دي تقسيمه حلوه قوي. ليه؟ هقول لك ليه يا سيدي. لان عندي الايوفوتيك، هنجيب القلم، الايوفوتيك contain الهايست اماونت اوف لايت. بالذكاء كده السمك اللي لا مؤاخذه، وانت بتقول عليه كده ليه؟ لا مؤاخذه ده ما بيشوفش، لعمه. اوعى تنسى بقى عشان هنربط بعد شويه ما بين الفكره دي والحته دي والادابتيشن. يا دين النبي بجد والله. ايوه، مش كان عندنا في الادابتيشن في الاستراكشر الادابتيشن عندهم وايد ايز كبيره، عينيهم كبيره. عينيهم كبيره ليه؟ انا عينيا كبيره، مفيش نور، انا مش شايف، دنيا ضلمه اهو. تعال نبص عندنا الايوفوتيك ليه محتاجين عين كبيره؟ مالهمش لازمه، سمك عاديه عايشه عندها نور كتير. طب التوايلايت زون في النص ما بين البنين، الميد زون، يبقى الانتنسيتي اوف لايت ديكريزز جراديولي، بتقل واحده واحده. طب وبعدين الدارك زون من اسمها يا ابني اتس اولموست نون اكزيست لايتنينج. حلو كده. طيب تعال نبص بقى واحده واحده كده واسالكم سؤال خلبوظ. لو انا عندي شويه بلانت زي كورال ريفز هتعيش فين؟ اكيد هتعيش في اليوفوتيك، هتعيش في السيرفس، ما محتاج يا ابني اللايت عشان الفوتوسينثيسيس. فخلي بالك بقى ان اللايت فوق كتير فالدنيا دافيه، والاكسجين فوق كتير عشان الفوتوسينثيسيس فالدنيا لذيذه، والدنيا سخنه جامد فكمان عندي ويفز كتير فبتدخل لي اكسجين كتير، فعندي الدنيا فوق عسل العسل. محتاجه سمكه معفنه انت تعملي لي ادابتيشن على ايه؟ اكل فيه، هواء فيه، ميه دافيه فيه، اما اجوا الدنيا عسليه وبتتقلب نيوترنس فيه، فرق في الدنسي فتظبط معايا فيه. عايزه ايه؟ تقول لك والله انا عايز رضاك عليا يا بيبي.
عشان انا عايش زي الفل، تعالى اصطادني وكلني بقى. شكرا، مش عايزين حاجه تانية. طب اللي تحت، لا ده انت عايش في قاع المجتمع، في القاع فعلا. ليه في القاع فعلا؟ عشان تحت ولا في لايت، ولا في الدنيا دافيه، ولا في اكسجين كتير، ولا في اي حاجه، ولا امواج ولا دنس بتتحرك، انت عايش في زفت. فانت هتتكيف عليها، تاخد على دماغك. حلو. اوعى تنسى تربط ما بين الادابتيشن وما بين الفكره بتاعه اللايت، لان اللايت ده بيديني هيت. طب تعالى نكمل. يقول لك ان المارين اورجانيزم live in each of these area according to its ability to ايه؟ to ايه يا بابا؟ to adapt. يعني ايه to adapt؟ to adapt the same amount of light available. حلو قوي كده. تعالى يا سيدي نشوف البروباجيشن بقى بتاع السولار راديشن ان ووتر. وللاسف هتلاقيني من ضمن المرات القليله قوي 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 اللي بقول لك الارقام دي عندنا حفظ، والارقام دي عندنا حفظ وبتتسال عليها زي ما هي، وبيجي لك مسائل عليها كتير. تعال نبص كده. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الووتر ابزورب نيرلي اول الانفراريد انرجي. ليه؟ ما هو هفق دعبان، ده انفراريد يعني ما عندوش انرجي خالص. شويه الميه شربته. حلو كده. خلي بالك بقى، بص الصياعه وزن ذا توب 10 سنتيمتر. عارف ايه ال 10 سنتيمتر ده؟ ما تجيش مسطره، ما تجيش. عارف المسطره 30 سم، صغيره، حته صغيره كده كده. الانفراريد خلصت. ايه ده؟ مفيش لا مفيش، ولا هيبقى ولا اسكت. مفيش حاجه تانية خالص. الانفراريد عندي انرجي بتاعتها تعبانه ضعيفه موت، خلصت في اول 10 سم ومات الكلام على كده. طب بعدين مين اللي بيكمل؟ اللي صحته جايباه البلو والاندجو والفايلوت تنزل تحت تكمل. طب تعال نبص كده. يقول لك والله light intensity decreases gradually as it travels through the water. تمشي لحد الووتر. ده رسم تخيلي عندي ان اول حاجه كان عندي 100%، الريد لحد هنا خلص. طب اليلو والاورنج خلص. طب الجرين كمل شويه. العظمه بقى عندي في البلو اندجو فايلوتس اسمها ايه؟ عندي بالنسبه لي بسم الله الرحمن الرحيم دول اسمهم الورم كلر او الهوت كلر، ودول اسمهم الكولد كلرز. طب تعال نبص. يقول لك اول حاجه بالنسبه لي انا الانتنسيتي اوف لايت ديكريزز جرادولي ترافل ثرو الووتر. تعالى بقى الدبس 10 متر. خلي بالك احنا عندنا كام 10 دلوقتي؟ عندنا 3. عندهم 3 فيهم عشرات. اول حاجه التوب 10 سنتيمتر كل الاي ار الانفراريد باي باي وبح. طب وبعدين كملنا لحد 10 متر، مش سنتيمتر بقى، 10 متر. خلي بالك هنحتاج الرقم ده الحصه الجايه وهرجع افكرك. هحتاج الرقم ده الحصه الجايه ارجع افكرك. الدبس 10 متر more than 50% of the visible light energy is absorbed. حوالي 50% من كل اللايت عندي absorbed. خلي بالك ما تستهونش بال 10 متر، ما تستهونش ابدا بال 10 متر. ليه؟ انت بتتكلم ال 10 متر دول انت ممكن تشوفهم كده مثلا زي الصاله بتاعتكم رايح راجع، مثلا زي الاوضه كده رايح راجع مرتين 3. او بلاش يعمل حاجه زي ما تمشي لي كده 10 خطوات حلوين. بس تحت كل سنتي بيفرق. ليه؟ لان انا كل ما بنزل كل ما البريشر بيزيد، كل ما البريشر على قفاه بيرزح فيه، فكل متر بتفرق. حلو كده. طب تعال نبص. الدبث 100 متر. خلي بالك 100 متر ده هنعرف المره الجايه ان هو تقريبا حوالي 10 اتموسفيريك، يعني كان في 10 ضغط جوي واقفين على قفاك. ايه اللي بيحصل؟ ايفن ان كلير. خلي بالك في فرق بقى من الاثنين دول هنعرفهم. تروبيكال ووترز اونلي 1%. ده اللي بقى ده السرفايفر اوف الفيزيبل لايت از ابزوربد موستلي. موجود فين؟ في البلو سبيكتروم. ليه؟ عشان ده اعلى انرجي موجود. لحد هنا احنا تمام؟ قال لك يا عم انا زي الفل. طب تعالى نراجع. اول 10 سنتيمتر كل اللي بيخلص عندي هو ايه؟ لا ما انا مش عايز نوم، لا والله بجد اصحى كده وفوق معايا. كل 10 سنتيمتر اللي فوق كل الاي ار راح في داهيه، مش عايزه. طب كملت شويه عند ال 10 متر، مش 10 سنتيمتر بقى، 10 متر، نزلت تقريبا نصهم راح around 50%. طب كملت شويه لحد 100 متر، ما بقاش عندي غير 1%. انا غلبان. وموجود فين؟ موجود في البلو زون. غلبان، انا غلبان. مبقاش عندي غير الحبه الزرق. حلو كده. لا مش الحبه الزرق، الحبه الزرق في اللون. والله العظيم هتودونا احنا قاعدين اهو. النوت يقول لك لايت ابزوربشن ان شالو كوستال ووتر از لور ذان ان اوبن اوشن. حلو. طيب بص يا سيدي،
بنتريشن موجود عندي في الكوستال ووتر اللي هي المياه الساحليه، المياه الشالو الصغيره، بنتريشن عندي بيبقى قليل. طب لما نوصل للاوبن اوشن لا بيخترق زيادة. طيب تعال نشوف in different color of spectrum penetrate water. water absorb الورم color زي الريد والاورنج واليلو اللي هم عندهم لونج، اكتب بقى بخطك اللذيذ، عندهم لونج ويف لينث، فعندهم smallest frequency، فعندهم smallest energy and scatter بتمشي الكولر color short wavelengths عندهم الفريكونسي عاليه اللي هم شغالين في البلو زون، بلو والانديجو والايه والفايلت. ماشي. ولذلك انا بشوف البحر لونه ازرق بسبب كده، بشوف الميه لونها ازرق بسبب كده. ولذلك هتلاقي دايما اللي بكمل بنتريت عندك حبه من الجرين بس اغلبهم بيبقى ازرق. تعال نكمل كده مع بعض ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا عندنا ايه. بص يا سيدي كده احنا خلصنا قصه السولار راديشن. تاني نقطه عندنا هنتكلم بقى بس بالنسبه لي على الافكت اوف سولار راديشن اون الاكواتيك ايكو سيستم. وصدقني مش هنقول حاجه جديده لان 90% من الكلام اللي جاي انت عارفه وبتجمعه بالمفهوميه كده. اول حاجه السولار راديشن is considered a vital factor in maintaining ecological balance in aquatic environment. احنا قلنا ده مهم جدا، ده اهم حاجه عندي. طيب ليه بقى؟ تعال نشوف. السولار راديشن not only affect البروسيس بتاعت الفوتوسينثيز ودي انا عارفها دايركت which is fundamental to marine life. ليه fundamental to marine life؟ بتطلع لي الاكل مظبوط، بتطلع لي الاكسجين كلام جميل، وبتقلل لي الكربون دايوكسيد، فكل ده جميل. طب وبعدين بقى but it also directly influence water temperature. بتدفي لي الدنيا and the distribution of marine organism. حلو. طيب ممتاز. تعالى كده نشوف بقى بسم الله الرحمن الرحيم كلمه الفوتوسينثيز في الاكواتيك ايكو سيستم عامله ازاي او الاكواتيك انفايرمنت. يعني كل ما هو اخضر يقول لك والله ميني اوتوتروفيك اورجانيزم. انا عملت ايه؟ ميني اوتوتروفيك اورجانيزم ميك ذير اون فود. زي مين؟ استنى بس كده. نايس. زي اول حاجه بالنسبه لي ممكن اقول لك والله الكورال ريف، الشعب المرجانيه، صح كده؟ طب كان عندنا الالجي سواء بقى جولدن الجي، افتكر بقى كينجدم بروتيستا، كانت هيتروتروفيك يونيسيلولر تمشي، او الالجي العاديه المالتي سيلولر زي البلانت. وفي واحد اسمه الفايتو بلانكتون. مين الفايتو بلانكتون ده؟ قريب عن مشمشون بتاع سبونج بوب. البلانكتون ده اللي هو الكائن الاخضر ده في منه نوع بيعمل فوتوسينثيس بروسيس، هنلاقيهم كلهم عندنا تحت ما تقلقش. طب بص rely on photosynthesis to convert solar energy to chemical energy which is used to produce organic compounds necessary for growth and survival. انا جات لي زوط، استنى بقى اما اروح اشرب ميه. استنى ما تمشيش. اللي اقول لك زغطه بزغطه، هتستحملني وهتكمل معايا. The photosynthesis process mainly occur انت مش شايف؟ طب تعال. mainly occur in the surface layer of water زي ما قلنا where light can reach these organisms. This process heavily depends on the light. اوعى تنسى. ولو نسيت تلقب نفسك بالشلحف. هو ايه الشلحف ده؟ ليفل اقل كده، يعني في الناس العباقره، في الناس العاديه، في ناس النص، في الشلحفات. حضرتك كده تبقى من مستوى الشلحفات. مين الاورجن عندي يا الاورجانال اللي موجود جوه السيل اللي مسؤول عندي عن الفوتوسينثيس بروسيس؟ البلاستيدز، كلوروبلاست. برافو. كلوروبلاست تطلع كلوروفيل مسؤول عن ابزوربشن السان لايت. حلو قوي كده. في الاغلب هتلاقي عند المارين اورجانيزم، في بعض المارين اورجانيزم كمان عندها اعلى من اللي موجودين عندنا على السيرفس. السيرفس عندهم سان لايت كتير، ده دول يعني بيتنشأوا عليها. الله شويه سان لايت، هات عايزه فوتوسينثيسيس، هات اعمل واتكيف واظبط حالي واكل واشرب، هات يبقى تظبطها. حلو كده. طيب تعال نبص كده. الحمد لله ان انت مش شلحف. تعال بقى نبص effect on solar radiation on distribution of marine organism. حلو قوي السؤال ده، حلو قوي. اسف البوينت دي ليه؟ لان المارين اورجانيزم are unevenly distributed in water. لا تاني، المارين اورجانيزم are unevenly distributed in water according to their need for light and energy.
محتاجين لايت، محتاجين انرجي، اطلع فوق. هتعرف تعيش من غير لايت، من غير انرجي، من غير اكل، من غير شرب، انزل اترزع تحت. طب تعال نبص كده في السيرفس لاير بتاع الووتر، وكمان عندي في الشالو وورم ووتر نير الاكويتر، في الميه اللي نير خط الاستواء، وعندي في الورم ووتر. الاثنين السولار راديشن عندهم عالي. مبدئيا available throughout all of the year. عند الاكويتر خط الاستواء الشمس شغاله بتدب على دماغك 24 ساعه. في ال 24 ساعه كل يوم في السنه، كل يوم في السنه في 365 يوم. طب هنا لا، افيلبل في لارج كوانتيتي. ليه؟ لان هي قاعده فوق. حتى لو الراديشن هيوصل تحت قليل، فوق هو اعلى حاجه موجوده عندي في الدنيا. وتعال نبص كده، organisms that depend on الفوتوسينثيسيس are abundant. نفس الفكره هنا، مقول الريف رولش او ثرايف، يعني ينمو ويزدهر ويعلى. طب الاكزامبلز عندي الفايتوبلانكتون والالج. طب هنا الاكزامبل كورال ريفز برضو كمان والالج. حلو. كان عندنا فتره من سنه من سنين يعني، كان الالج ده بيعمل الجل بلوم موجود على سطح نهر النيل، فتطلع فوق تسد الفوتوسينثيسيس او بروسيس، او تسد كمان الصن لايت ان هو ينزل. كانت عامله لنا مشاكل كبيره وقلت اعداد السمك، وكانت قصه كده طويله هنرجع عندها. بس اللي يهمني ان انت تبقى عارف ان كان كل دول لازم يطلعوا على السيرفس. يا اما هم اصلا سيرفس وورم، يا اما هي اصلا شالو وورم ووتر. يعني ايه شالو؟ يعني مش عميقه، قليله العمق. حلو، كلام جميل. تعال نبص كده على تاني حاجه عندي اللي هي الكلير ووتر. خلي بالك بقى، قلت لك هنتكلم في الكلير ووتر دي. تعال نشوف يعني ايه كلير ووتر. ما نضيف، ما نضيفه، ما فيهاش شوائب، ما فيهاش شوائب، ما فيهاش زفت، ما فيهاش طين، ما فيهاش اطرام، ما فيهاش زباله. يقول لك الالجي عند الاكواتيك بلانت جرو ويل داون اديبس اوف 1، خلي بالك بقى، اوف 1 متر. بجد ده الموضوع ده صعب قوي. ليه؟ لان انا عند 1 متر اونلي 1% بس هي اللي بتوصل. هل دي كفايه تدفي وكمان تديني انرجي عشان يعملوا فوتوسينثيسيس بروسيس؟ ايه ده ازاي؟ هقول لك ازاي. لان بالنسبه لي بسم الله الرحمن الرحيم هي الميه كلير. فخلي بالك بقى ان احنا كنا بنقول ايه اللي بيخلي الميه بالنسبه لي تلوز الانرجي او تسكتر اللايت؟ الميه نفسها والتربيديتي وان يحصل لها ديسبرشن. طب هي مفيش تربيديتي، مفيش اجسام، مفيش حاجه، يبقى هتنزل وتخترق عادي. طب في التربت ووتر الموضوع العكس. يقول لك which contains sediment او plant particles they grow closer to the surface. اطلع ولا مفيش ميه ولا اطلع ده هيزود. بص تربيديتي اجري على فوق. طب في كلير ووتر ما تقعد يا عم تترزع تحت، وكده كده الصن هتيجي. انما في التربت لا 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 لا، اجري اطلع فوق. طب بص كده بقى، تعال نتكلم تاني حاجه على السولار راديشن. ستيميوليت ذا جروث اوف بص سيمبايوتيك الجي. هي ايه السيمبايوتيك الجي دي؟ بص بقى، living within الكورال ريفز، عايشه جوه الشعاب المرجانيه، providing الكورال ريف with nourishment. تاخد التغذيه وتديها في الكورال ريفز عشان الكورال ريفز تبقى حلوه كده. خلي بالك بقى، ما هو لو ما فيش عندي سولار راديشن مش هيبقى في شعاب مرجانيه. فلما يبقى في شعاب، ما فيش اصلا شعاب مرجانيه، هنجيب ليه اصلا السيمبايوتيك الجي؟ هتعيش فين؟ مفيش. فدي مترتبه على دي، مترتبه على دي، مترتبه على دي، كلهم بيعتمدوا على بعض. وده الكونسبت بتاع فكره الايكو سيستم اللي قلنا عليها من الاول. كل واحد بيعتمد على التاني. وفي الاخر خالص بعد كل ده لازم في الاخر خالص تقول سبحان الله، سبحان من ابدع في خلقه. الحمد لله. تعالى بقى نشوف الافكت اوف السولار راديشن اون ووتر تمبريتشر. وعيب قوي اصلا لما اشرح الحته دي، بجد عيب فعليا بقى. خلي بالك كده، احنا عندنا النقطه دي سي ودي. تعالى بس نتكلم كده على بي. عيب قوي، انا شايفها عيب، بس اشرح ليه بقى يا سيدي. تعالى اقول لك ليه عيب. لان السولار راديشن دايركت امباكت الووتر تمبريتشر which in turn affect الديستريبيوشن بتاع المارين اورجانيزم تروبيكال والاكواتيك ريجن further than equator. خلي بالك هنا الموضوع اختلف. ليه؟ لان بيتكلم على التروبيكال ريجن، حته عايشه في الدفء والتمبريتشر سخنه مش قادر. طب الاواي نورث بول والساوث بول، الكلام ده قلناه قبل كده. اولا السولار راديشن اباندنت كتير، والووتر تمبريتشر وورم عاليه، يبقى الورم ووتر خلي بالك اتراكت سيرتن تايب اوف فيش ومارين انيمالز. حلو. وخلي بالك بقى في حته صايعه قوي كده عايزك تكتبها بخط ايدك. خلي بالك بس نكمل بسرعه. انا بالنسبه لي ريكواير سيرتن تمبريتشر تو سرفايف، زي الباراكودا والتونه. واوعى تنسى اوعى تنسى بص بكتبها لك بخط جواميسي اهو. الدنستي هنا قليله، دنستي هنا قليله، دنستي هنا قليله، فتاخد بعضها وتروح للايه؟
للدينستي العاليه تنط وتركب فوقيها. حلو. طب عندي السولار راديشن ان افيلابل، ده الجو بارد. طب والموتر تمبريتشر كولد. يبقى cold water are characterized by the presence of other type of fish زي القد فيش، سمكة القد، الألف لام قد قاف دال. طيب كلام جميل وكلام جميل أوي، واوعى تنسى الدنستي، واوعى تنسى إن إحنا بنربط كله مع بعضيه. ده شكل البراكودا، ده شكل التونة، ده شكل القدفش. حلو كده. تعالى بقى نكمل ونشوف أصلا effect on changes in solar radiation into ليه كده؟ قال لك ليه؟ هو انا كمان هشوف ان هيحصل سولار راديشن انتنسي تتغير؟ قال لك ما ده شيء طبيعي جدا على فكره. ليه؟ هو انا يا ابني عندي الجو حر طول السنه؟ هو انا عندي 12 شهر حر ولا عندي مثلا شويه هنا وشويه برد؟ ما هو السولار راديشن كده قلت، ما هو الجو برد يعني السولار راديشن قل، راح يحرر حته ثانيه بقى يا عم. طب ما هو نفس الفكره في الميه. يا راجل ده كنت فكرت حاجه صعبه. لا 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 خلاص، طلعت سهله اهي. نتكلم على خلي بالك اللي تشينج ديو تو ايه؟ سيزونال تشينج او كلايمت تشينج. ممكن سبحان الله سبحان الله، ما هو كان عندنا جو اهو، شمس يومين ثلاثه، برد ومطرت يومين ثلاثه. طب وبعدين جايه في شمس بس في سحاب، السحاب ده عامل زي امبريلا ما وصليش السولار راديشن، فحصل عندي حاجه اسمها كلايمت تشينج. طب السيزونال تشينج معروفه صيف وشتاء. طب وبعدين طبعا وخريف وربيع مش هنتكلم في القصه دي يعني تكبرنا بقى. كان ليد تو تشينج في الديستريبيوشن اوف الايكولوجيكال بالانس. ازاي؟ تعال. solar radiation decreases او disappears in winter so photosynthesis rate drop significantly. قل. فنيجي بسم الله الرحمن الرحيم، ده نفس فكره السلمون كده، الخال المهاجر يبص كده حواليه. بلانت معفن منك ليه؟ لا بلانت انت، يلا ما تشد حيلك يد وتطلع لي فوتوسينثيس كده وتنور لي، عايز اكسجين جعان. يقول له يا معلم هو انا كنت لاقي صن وقلت لا؟ قال له ايه ده؟ امال الصن راحت فين؟ قال له يا ابني ما احنا في الوينتر يا معلم، وانت نايم ولا ايه؟ قال له لا كنت مقايل شويه كده خدش بالي ان الوينتر جه، اعملوا لي اكل بقى. قال له والله انا اسف يا معلم والله ما عارف. البلانت يقول له والله انا ما عارف مش قادر. يروح المعلم الفيش واخد بعضه يروح حته ثانيه فيها اكل. طب ليه؟ ما اثرت عندي اهو. طب واثرت على ايه تاني؟ this can lead to decline. خلي بالك بقى number of organisms that rely on الفوتوسينثيز. خلي بالك كل البلانتس تقل. طب والبلانت اللي رايح فوتوسينثيز مش البلانتس بس، المعلم كمان اللي جاي ياكل. يقول لك بعد كده this will affect food availability كمان for marine organism. المعلم مش لاقي ياكل، ياخد بعضه ويروح حته ثانيه. شكرا مش هكمل معاكم عيشه في المنطقه دي. هذه المنطقه بارده منزوعه الاكل قليله الاكسجين ومش مدلعاني. السلام عليكم. وراح عاملها كده، يطلع لسانه كده وايده كده ويسيبها ويمشي. تعال نخش بسرعه 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 على effect on radiation on ocean current، واللي المره الكتير قوي عيب لما اشرح الكلام ده. ليه عيب؟ لان عند التروبيكال الدنيا حر فالدنسي قليله، فتطلع تنط على الايه؟ على الميه اللي عند البولز، تنقل لي الدفء وتنقل لي نيوترينتس من تحت لفوق وكل الكلام اللي اتكلمنا عليه في الدنستي. طب تعالى نقراها. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم solar radiation can occur can cause ocean currents. ليه بقى؟ عشان بالنسبه لي which play a major role in distribution of heat. ايوه نيوترينت ايوه في الاوشن تمام which makes some area rich in food resources. طب حلو. يقول لك والله بص كده الجلف ستريم carries warm water from الاكويتر toward the North Atlantic، تطلع فوق. طب وبعدين moderating climate في الاريا such as Western Europe، الحته اللي هي في الشمال كده عند اوروبا. طب ده بيعمل ايه؟ enhanced diversity of المارين life there. بس كده بس كده احنا كده تمام. عندك بص استنى فين، عندك بقى بقيه الصفحه فاضيه فيها سطرين ثلاثه، ما اعتقدش انك محتاج تكتب اي حاجه فيهم. وخلي بالك وحش ان احنا عندنا ليسون اللي جاي ناس كتير قوي 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 هتستصعبه وهتتضايق منه وهتحس ان هو رخم وتقيل بس مش ناس نحن. خلي بالك مفيش حد من اللي بياخده معايا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بعد اي حد ليسون 9 ده هيشكل له عقده اصلا، واتحدى على ذلك. عارف ليه؟ لان انا هديك هنت صغيره يا سيدي. لو انت لسه هتتعقد
قبل ما تخش على ليسون 9 وتذاكره روح راجع الحته بتاعت البريشر في الفاندمنتال كورس. راجعت الحته الصغننه دي انت لميت 3/4 الليسون وشكرا على كده. احب اقول لكم ليسون 8 خلص. اشوفكم دايما على خير وصحه وسلام. سلام عليكم.